الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن منزلة الفرار إلى الله تعالى، والمراد أيها الأحبة الذي أطلبه منكم في أثناء الحديث عن المنازل لابد أن تتصوروا أن الانتقال انتقال بالقلب والروح وليس بالجسد. فمنازل إياك نعبد وإياك نستعين تستهدف الروح والقلب، الاعتصام، الفرار، الرياضة التي سوف نتحدث عنها أيضا اليوم. هذه المنازل هي منازل السير المعنوي، السير إلى الله تعالى. كنا قد تحدثنا في منزلة الفرار من الخبر إلى الشهود، ويعني هذا آخر شيء تكلمنا عنه. طبعا الفرار يعني تكلمنا عن أشياء كثيرة منه. الفرار من الجهل إلى شنو؟ إلى العلم، وهكذا الفرار من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، وهذا شرحناه. بقي من الحظوظ إلى التجريد، أن تفر إلى الله عز وجل من الخبر إلى المشاهدة، يعني أن تصل إلى درجة اليقين بقلبك، فأنت ترى كل خبر عن الله في مقام التصديق، الجنة والنار والغيب كل ذلك في مقام التصديق. وأن تنتقل من عبادتك الشكلية إلى التعبد بالقلب. ثم الفرار من الحظوظ إلى التجريد. والحق ما سوى الله، كل شيء سوى الله يعتبر حظ. وأنت تفر من حظوظ النفس إلى حقوق الرب. ولأن هذا باب في العبادة للإنسان العابد في مقامات العبادة والمقامات الإيمانية. الذي يريد أن يعبد الله يجد معاناة شديدة. أحيانا أنت تعبد عبادة معينة ليس لله، لأن لك فيها هوى، بترتاح لهذه العبادة. يعني لماذا تتعبد؟ هل لأن هذا مراد الله، أم أنك تجد في هذه العبادة نوع من أنواع الارتياح النفسي؟ العبادة بطبعها عند المؤمن توجد له ضرب من ضروب السعادة القلبية والراحة النفسية، لكن المؤمن يعبد الله وفق مراده وليس وفق مراد نفسه. فأحيانا أنت تفعل عبادة وفي زاوية من زوايا القلب وفي مكان زوي من الروح والنفس تجد أن الغرض ليس هو الله، إنما إشباع نزوتك أنت. أعطيك مثال لذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمعت كلمة العارفين أن من أخلص لله 40 يوما وليلة تفجرت ينابيع الحكمة على قلبه ولسانه. أنت كان أخلصت لله 40 يوم، في 40 يوم دي من أي عمل تعمله لله، بس لا بشر لا أي حاجة، مخلص جدا في العمل، والنية حاضرة دوما، لأن بعض الأعمال تفعل من قبيل الروتين ومن قبيل العادة أكثر من أنك تستشعر فيها البعد التعبدي. قال شيخ الإسلام: فانزوى بعض الصالحين يدقق في أمر النية ويتهم نفسه في أمر الإخلاص حتى عمل 40 يوم وليلة من الأعمال ما هو كفيل بأن يكون عملا خالصا لله. ثم قال: ما ظهرت ينابيع الحكمة ولا تفجرت على قلبي ولا على لساني. قال شيخ الإسلام تيمية: ذلك لأنك عبدت الله 40 ليلة ليس له، وإنما لتتفجر ينابيع الحكمة على قلبك ولسانك. يعني حتى هذه العبادة نفسها ما كانت لله، كانت تتفجر عليه ينابيع الحكمة. لذلك أورد ابن القيم كلام لطيف جدا يا أخوانا. ده معنى دقيق من المعاني الشائكة جدا. يعني المعنى ده مربط عشان تطلعه صعب جدا. أحيانا يترك الإنسان مراد الله ويقول هذا مراد نفسي، فيختلط عليه الأمر فيترك العمل الصالح. وأحيانا يفعل العمل الصالح ولكن لا يستطيع أن يفصل بين فواصل النفس حظا وبين حقوق
المولى سبحانه وتعالى ربا، ربك رب داير حقه. كيف هذا الكلام؟ المثال الثاني ربما يكون أوضح. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال أحد الصالحين: ولقد همت بالحج. همت بالحج يعني بقي عنده رغبة شديدة إنه يحج، فما من عام إلا وحج فيه، حتى إلى درجة أنه حج عشرات المرات، يعني لا مرة لا اثنين لا ثلاثة لا حج، أول كل سنة بحج. قال: والحج فيه مشقة. شو مشقة الحج يا إخواننا؟ الحج فيه تعب في الجسم الصمعي، زحمة وزحام ورقات في الواطة. من دي 3 أيام ومزدلفة بترقص في الوطن كويس، وتمشي ترمي وتمشي بكرعيك وشيء صعب خلاص. ولو قعدت في البطن العربية تمشي 20 ساعة. قال: حججت ولكني في نهاية أمري أدركت أن حجي كان حظا لنفسي ولم يكن حقا لربي. الحج كله طلع كيف؟ قال كيف؟ قال: ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء، وقاعد أمه قالت له: أديني كوباية موية. قال: فشقت علي مشقة لم يشقه علي الحج، يعني لقى صعوبة في إني أديها موية أكثر من الحج كان بحجه ده. قال: فعلمت أن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي. فقط بحج لأنه عنده رغبة يحج. أنت لما تجد حج ليه؟ ده سؤال. تريد رضا الله، قد يكون رضا الله خاصة بالنسبة للزول حج قبل كده في السودان تقسم قروش الحج على المساكين، يمكن يكون عند الله أكثر من الحج ذاته. أهراي شنو؟ يجي داير شنو؟ داير يقولوا حجة ولا داير تحج الله؟ لا تحج الله. لو قسمت قروش الحج طلعت خطتي للحج، وانت حجة الإسلام طبعا يا اخوان، لأن حجة الإسلام لا يعدلها شيء. حجة الإسلام ممكن تكون حجة 3 حجات، تقول لي يا الله أنا حجرك 3 حجات، السنة دي داير أحج هنا في السودان ده، داير أديها المساكين وتديها المساكين. فلذلك معرفة حق الله في العبادة يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى فقه في الدين. الأولى لله ياتوه العمل اللازم، العبادة اللازمة ولا النفع المتعدي، يحتاج إلى فقه في الدين. ثانيا مع ذلك تحتاج إلى تجرد وبصيرة، بصيرة في الدين، يكون ربنا فتح على قلبك. هذا معنى التجريد. خلاصة هذه المسألة يقول ابن القيم رحمه الله: وصاحب هذه المنزلة يصل إلى درجة أن لا يستغني إلا بالله، وأن لا يفتقر إلا إلى الله، ولا يسكن قلبه إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقة مرضات الله، ولا يحزن إلا إذا فاته إلا على شيء فاته من الله، هكذا. ولا يخاف إلا أن يسقط من عين الله. في زول بخاف من الناس والفضيحة، هو ده الزول ده لما يصل لدرجة الفرار من الحظوظ إلى التجريد ما بخاف إلا السقوط من عين الله فقط. ده بكون الخاطئ في باله، لا يخاف إلا السقوط من عين الله. جملة ذلك فإنه كله بالله وكله لله وكله مع الله وسيره دائما إلى الله. فهو مع الله متجرد من أمور، مجرد عن خلقه لما يتعامل مع خالقه. لما يتعامل مع الله الناس دي بيخذ قدامه صفر، كأنه الدنيا دي ما فيها ولا زول. العالم ده كله يعبد الله، يجيب في الجامع ده مليان، يصلي زي الجامع ده ما فوق زول، فاضي بس في حيط، ولا بقول عاين لي ولا بيسمح صلاته ولا بس مع الله. فهو مع الله تجرد عن خلقه، ومع الناس تجرد من حظ نفسه، وكذلك مع أمر الله تجرد من حظه. يعني هو مع الله ومع أمره ومع خلق الله. مع الله متجرد من الخلق، ومع الناس متجرد من النفس، ومع أوامر الله متجرد من الحظ. هذه المقامات قال ابن القيم إذا وصل إلى هذه الدرجة من الفراق تناديه الحظوظ، تقول له إلي، تعال إلي، فيقول لها إنما أريد
من إذا حصل لي كل شيء، اللي هو الله. يقول للنفس نفس الحظوظ لما تقول تعال، يقول للحظوظ لا، أنا مع الذي إذا فاتني كل شيء، ومن إذا حصلت شنو؟ كل شيء، وهو المولى سبحانه وتعالى. طيب الفرار من الحظوظ إلى التجريد، إن الإنسان يبقى مجرد، يعني إنسان يعني متجرد. يقول هل إرادة الحظ نقص في الإرادة؟ ابن القيم هنا أتى بكلام لطيف. الحظ حظان، حظ يؤازرك على الأمر، يعينك عليه، يعني لابد تأخذ حظ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهذا حظ مؤازر لحق الله، أنت تستعين به على أمر الله، هذا محمود. ونوع من الحظوظ يزاحم أمر الله ولا يؤازره، وهذا هو المذموم. الله داير حاجة ولكن نفسه داير حاجة ثانية. ويا إخواننا أنا أوريك حاجة عشان أنت إخواننا، أنا بكلم عن الحظوظ دي أنت ما حتستوعب المسألة دي، لأن يعني كلام، لكن أنا أحاول أقربها لك كلام عام الحظوظ. أي ذول فيكم قاعد بيقول أنا ما عندي حظوظ، أنا أوريك الحظوظ كيف. واحد تلقى بيصلي في المسجد، كويس، بيصلي في المسجد، لاحظ صلاته في المسجد حق من؟ حق الله. الشاكل مع الإمام يخلي الصلاة في الجامع، ده شنو ده؟ ده مكاجرة، مش كده؟ مكاجرة. الدين فيه مكاجرة؟ الدين فيه مكاجرة؟ يا أخي اسمع، ممكن يخلي صلاة الجماعة بالكلية، تستطيع امتناعك عن الصلاة خلف الإمام الذي لا تريده واختلفت معه، امتناعك يلبي في دواخلك رغبة لحظ نفسك، يشبع مكانتك، أخذت حقك، ولكن تركك لذلك تضييع لأمر الله وحقه. هل تستطيع أن تصلي خلفه وأنت مختلف معه؟ تقدر؟ ما بتقدر ليه؟ ما مختلف معه في دين، لكن اشتغلته جوا الجامع. أي ما خلاص، معنى ذلك أنت معنى ده ما صدق الكلام ده، ما إجابة أخوانا صادقة. يعني أخونا يعني كمان صادق جدا، قال لك ما بس جدا، لكن الزول الداير الله ومعظم الله أكثر من رقبته بده، لأنه بيهين نفسه لله. أنت في النهاية بتهين نفسك، لكن لمنه؟ لله. معناه لابد يكون في فواصل. يا إخواننا نحن عالمنا الإسلامي ومشكلات العمل الإسلامي مشكلة الحظوظ. وصلوا خلف كل بر وفاجر. وقال يا رسول الله إنا نصلي خلفهم ونبغضهم، قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم الوزر وعليكم الأجر. أما من أما قوما هم له كارهون، ده مالك أنت له هو، عشان هم يمك هو كاره، لكن أنت ما، ده مالك أنت. ما قال من أما قوما هم له كارهون، المأمون الدخل هنا شنو؟ المأمون قال صلاته هو لا ترتفع فوق رأسه شنو؟ شبرا. أنت مالك؟ الكلام ده قالوا للإمام، قالوا لك كافران بكرهوك ما تصلي بهم، لكن أنت ما قالوا لك بتكره ظلم ما تصلي ولا. الكلام ده مالك أنت، الكلام ده الإمام. عشان كده الإمام الترمذي قال شنو؟ قال لو فتح باب زي ده الأمة كلها تخلي الصلاة في الجوامع. كان جاي جنبك ساكت ما سلم عليك يقول لك أنا بكره. أول حاجة بتكره في شنو؟ في الطماطم في سوق الخداع. بتكره في شنو؟ وريني. قال لك بتكره في شنو؟ كان في الدين معلش تقول منحرف أخلاقه كعبة، لكن تقول والله زول والله عالم وملتزم وأي شيء، لكن أنا بكرهه بس قلبي ما أبيه. كان فتحنا ما قلبي ما أبيه. الله أعلم يجتمع الناس حتى على أئمة الحرم، في ناس بيكرهوه. رأيك شنو؟ في المدينة وفي مكة في ناس بيكرهوه، رأيك شنو؟ الباب ما بيتفتح. لكن أنت كمصلي ما يجوز لك تترك الصلاة خلف إنسان إلا في حالة واحدة، يخرج برا ملة الإسلام. لكن طالما اسم الإسلام ده موجود فيه مسلم لا يجوز أن تترك الصلاة خلفه حتى لو بتعرف عنه حاجة.
ما قال لك صلي خلف كل بر وفاجر. بعدين اخواننا في شنو؟ في حاجه مهمه. قال لك الامام ده كعب، قول كعب بيعمل حاجات غلط، سرق، عنده يعني اخلال بالاخلاق، عنده اشياء بشيء انت تعرف عنه، الناس ده يعرفوها. الامام ده كان صلى لرغبته، صلاته صحيحه ولا باطله؟ لرغبته، لرغبته بس، ما صلى لك انت، صحيحه ولا باطله؟ لانه لسه المعاصي لا تكفر الزول في الاسلام، الكبائر لا تخرج الانسان من شنو؟ من المله. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ودي قاعده فقهيه، دي قاعده فقهيه عظيمه. يقول لك من صحت صلاته لغيره لنفسه صحت صلاته لشنو؟ لغيره. الرسول قال كان جا وقف وصلى بك بلا وضوء وانت بتوضي، هو ما عنده ولا حسنه، انت حسناتك ماشيه زي ما حصلت، ده شنو انت؟ فإقبل شنو يا اخواننا في مساله الحظوظ والحقوق في العمل الاسلامي يا اخواننا، انت ما تستبعد المساله. في واحد ممكن يكون ما مختلف مع الامام، مختلف مع لجنه المسجد، كويس، يخلي الصلاه في الجامع عشان لجنه المسجد، او في زول يكون بيكره نفر واحد بس عشان ما يلاقي النفر الواحد ده جوا الجامع، يخلي الصلاه في الجامع ده كله. هذا بجوز؟ ما بجوز. ده بيبقى شنو؟ بيبقى حبوب، ما بجوز. يعني يا اخواننا في زول ممكن يكون بيته فاتح على الجامع، ما بصلي في الجامع، تقول له تصلي في الجامع مالك؟ يقول لك شنو؟ يقول لك انا بكره الناس دي. يا اخي بتكرههم ده شيء، وصلاتك يا الله في الجامع اللي هو واجب عليك وكان تركتها انت آثم شيء اخر، كراهيتك دي بينك وبينه، لكن انت بتصلي لله. عشان كده يا اخواننا احيانا تتزاحم الحظوظ بين حظ الله وبين حق من؟ بين حظ النفس وبين حق من؟ وبين حق الله سبحانه وتعالى. تحتاج الى تجرد. احيانا يا اخواننا انت ممكن تكون عارفه زول عالم، عندك معه مشكله ما تتعلم منه، عارفه زول عالم عندك معه مشكله ما تتعلم منه، ده حظوظ. يعني الدارقطني رحمه الله تعالى كان عالم بيدرس، في واحد من تلاميذه اسمه ابو الحسن الصيرمي. ابو الحسن الصيرمي ده يعني بقى عنده راي في الدارقطني، بقى ما يحضر عنده، بقيت الطلاب بيجي يحضروا ويكتبوا الدروس واصبحوا علماء. الصيرمي ده ما بقى عالم. لما الناس كانوا زمان خشوا معاه الدرس سوا بيقول علماء هو ما بقى عالم، اتندم. قال ايش ضر الدارقطني انصرافي عنه؟ قال انا انصرفت بيت احضر عنده، ضرر شو قال؟ ولا حاجه، اللي ضر انه الضرر الطالب. لاخواننا لذلك نحن بنحتاج الى كميه من التجرد ما عاديه. يعني انت زول تختلف معه وتحكم عليه الحكم الصحيح انه زول عالم. حتى في الزمن ده كان زول اختلف مع زول يقول ده ما عالم بس لانه مختلف معه. دي اخواننا والله اشكال كبير جدا، صح. لكن كونه تصلي ورا ده ما معناه انه يؤم الناس الجاهل، ده ما تقنين، يؤم الناس العالم. لكن وقت الجاهل يتقدم وصلي بالناس طالما هو مسلم ما ترجعوه، يصلي بيه. يا اخوان لو في اعلم منه انتوا من الاول ما قدموا العالم ده، مشبه قام صلوا ورا. اسمع، لو بدأت ترجعه تقول له ارجع، في واحد عالم ثاني معلش، لكن هو قام كبر، لكن تقول دفع يعني ثبوت نصر، لا قبل ما يكبر ترجعوه. يا اخواننا الكلام ده معناه شنو؟ يؤم الناس العالم. لكن اذا قام العالم ما اما الناس واما الناس جاهل، تجوز الصلاه خلفه ولا ما تجوز؟ انا في الجاهل تمشي الدنيا دي كلها تجيب لي فقيه يقول اذا اما الناس جاهل الصلاه باطله، ما في زول يقدر يبطل الصلاه نهائيا. بتقول شنو الحديث؟ بيقول شنو؟ وريني قال شنو الحديث، قال شنو يا عمور الدايم؟ في فرق بين انه نقول الافضل يصلي بالناس العالم وبين انه في زول جاهل صلى بالناس. انا سؤالي محدد، زول جاهل صلى بالناس صلاته باطله؟ الحديث ده ما طبق، لكن صلاته باطله. الحديث ده قال شنو؟ يؤم الناس اقراهم بكتاب الله، فان استووا فاعلمهم بالسنه، فان استووا فاكبرهم سنا. ده كله ما حصل. اما النزلات خلاف الزول الشدة صلاه باطله.
شفت امشي الازهر وامشي السعوديه، امشي الدنيا دي كلها. الشيعة شفت في ايران امشي، خلي واحد فيهم يقول الصلاه، اتحداهم كلهم انا. ما بقدر يقول الصلاه اصلا، لكن بيكون آثم، بيكون خالف السنه كده، لكن الصلاه تبطل. هل الصلاه تبطل ساكت؟ مبطلات الصلاه محدده، اصل ما فيها وان يؤم الناس جاهل. لا باكل في مبطلات الصلاه معروف، ما خرج من السبيلين: الضحك في الصلاه، الاكل والشرب، الالتفات المخل والريمي. هل فيها نمره 6 اذا امهم جاهل؟ بعدين جاهل دي بحديد منه، وجاهل دي ذاته يعني بدون كيف. ممكن يكون في زول بيصلي وبالنسبه لزول في الجامع جاهل. جاهل يعني حافظ كم؟ ما حافظ الفاتحه دي، ما حافظها الفاتحه، ما حافظها، لا يحسن الفاتحه عشان يتكلم. يا اخواننا الفرق بين مقام الكمال والافضل وبين تفصيل الصلاه والقول بانها لا تجزي. يا اخي عثمان بن عفان، الناس المتمردين الجو يعني دخلوا بيته وحاصروا واحتلوا المدينه، القتلوا لما جدهم وصلوا بالناس قبل ما يقتلوا صلى وراهم عثمان بن عفان وامر الصحابه انه يصلوا خلفهم. الثاني شنو وريني شنو ثاني؟ ده ابتداع في الدين. ناس خشوا البيوت وقفلوا عثمان ده جوا البيت، قفلوا خليفه المسلمين وداري يقتلوا عديل وقتلوا، قتلت عثمان، الناس صلوا وراهم. ثاني في شنو وريني شنو؟ ما في كلام ثاني. طيب قلنا ان الحظ اذا كان مزاحما لامر الله تعالى هذا الحظ مذموم، وان كان الحظ مؤازرا ومؤيدا لامر الله تعالى كان شنو؟ كان محمودا. تناول الحظ الذي يؤازر على طاعة الله من تمام العبودية. كيف؟ يعني من تمام العبودية إنه زول ينوم، من تمام العبودية إنه زول يتزوج النسوان، ده من تمام العبودية. لأنه أتى 3 نفر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجدوه في حجرته فسألوا عن عبادته فتقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فإني أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فإني لا أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بخبرهم، قال: أما أنا فأصوم وأفطر. الصوم عبادة والفطر تقوي على العبادة. أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتناول الحظ المعين على أمر الله ماله من تمام العبودية. لذلك لا رهبانية في شنو؟ لو زول قال أنا أعبد الله بس النسوان بيشغلني، وفعلا الناس تشغل ولا تشغل يا إخواننا؟ الشفع رأي شنو؟ بيشغل، قال أنا أدور لا الشفع على ذلك الكلام، ده أعبد الله بس. خالف لأنه لم يأخذ بتمام العبودية، لأنه ترك الحق شنو؟ المعين المؤازر لشنو؟ لطاعة الله تعالى. طيب ده الدرجة الثانية من درجات الفرار. قال الحروي: وفرار خاصة الخاصة هو مما دون الحق إلى الحق، يعني أن تفر من الخلق إلى الله. شوف يا إخوان، الخلق انت كان الله اداك عقيدة، الخلق ما مسوي له شيء، والله ثم والله أقسم بالله على ذلك، والله تتقي الله وتعامله بصدق يكفيك شر العباد جميعا. بس تعامل الله، عايل الله، الخلق ما تعلم، والله الله يكفيك شرهم كله، والله لا يسخرنهم لك. أصلا كذا حاجة ما تمشي لبشر، امشي لله، والله براون يجوك، الخلق ده يجوك براون. ولذلك أيها الأحبة، أهم جزئية في هذه المسألة هو الانقطاع عن الخلق. يعني أجل الفرار أن تنقطع عن الخلق في شنو؟ في الطلب، في الالتفات، في المنع والعطاء. انت عارف الناس دايرين شنو؟ الناس دايرين الخلق. الواحد يجيك يقول لك عندي مشكلة، تقول له أسأل الله، بيشوفك انك انت زي شنو؟ زي البعث للمشوار كده، زي البعث المشوار، تقول له أسأل الله،
ماذا تساعدني؟ يقول لك ماذا تساعدني؟ يا أخي ده كلام فارغ ده. يا أخي والله أنا أساعدك مساعدة شديدة. في ناس، في واحد تاجر بعدين بدي الناس، اسمه حكمة ربنا، اسمه عبد السميع. واحد ثاني اسمه عبد العزيز. قام واحد جاني قال لي يا أخي الناس دي أصحابك، وكان أنت أديتني ورقة الناس دي بيقضوا لي موضوعي طوالي، يا عبد العزيز يا عبد السميع ده. بعدين قال لي مشكلتي ما بحد علي إلا عبد العزيز ده أو عبد السميع. قلت له السميع ماله والعزيز ماله؟ نطت عيونه. قلت له انتوا دائما عاصرين على العبيد. يا أخي عندك العزيز البودك اللي عبده شنو؟ دائما العبيد دائما عاصرين على العبيد. يا اخوان العزيز فيه انت لو قلت لي ممكن يساعدني الله يسخر من الاول تقول له مش قدر الا عبد العزيز. يا اخي ده كلام باطل يا اخي، ده باطل والله، باطل بطل شديد، ده ضعف في العقيده يا اخي. وفي ناس لاقوني في مكه قال لي نحن طالعين من الحرم بس جنب الباب يا شيخنا، قال لي نفتح محسنين عندنا جامع تربى الحيك. وين؟ قال لي تمشي معانا ولا تدينا له ورقه؟ قلت له ورقه الحجار احنا نمشي الكعبه دي نطوف. اكبر محسن دارين غيره وقفوا طوالي ابو يمشوا معي على الكعبه. دارين المحسنين القاعدين هناك ناس منو الحصيني والنو ما عارف شنو يماني دارين الحاجات دي. قلت يا اخوان انتوا في مكه كايسين محسنين؟ في مكه المحسن ما ناقصه. انا عارف قصدهم انهم دايرين شخص يسهل لهم امر بناء مسجد، لكن انا داير اعلمهم انه اي شيء لابد ان يرجع فيه الى الله. حاتم الأصم رحمه الله تعالى عنده بنات، يعني عنده 7 بنات كويس. قام وكان يعني حاتم الأصم ده اصلا رجل اتاه الله مال ووفقه للانفاق. وانا دائما بقول للناس الاخوان نقول ربنا لو داري يسعد الزول بوفقه للانفاق، لانه والله نفس قروشك دي المفروض تطلع على الله. كم ما طلعت لله والله تصريف في الدكاتره بس، والله يشيلوا الدكاتره غير تديها المساكين، والله يجمعوا منك الدكاتره كلها عيادات وفحوصات وادويه. ده كان ما مركتها في الاردن، والله تدي لله الاردن ما تحتاج تمشي، والله فحص ما تعمل. احسن لك يشيلوها ناس مايو ولا يشيلوها ناس الدكاتره في شارع العيادات وفي المؤسسه. يعني انا احسن لك يا سوق، احسن الناس لانه تديها وصحتها كويسه، لكن بتجي تديها دكاتره وبعد ده يا تبقى كويسه ما تبقى كويس. الله حبنا بيخلصوا. يا الذي يحسن يا بيخلصوا بالقوه، بل الذي يحسن تدي المساكين. ما تدي المساكين والله يجيك امراض لا ايدك لا كراعك. كل يوم يقول لك اعمل رنين مغناطيسي واشعه مقطعيه ب 400,000 وتمشي ويقول تعال بعد يومين والجهاز معطل وبعد تعملي ب 400,000. يا اخي ال 400,000 دي اداها المساكين وفي جسمك والله تبقى صحيح. فلذلك في هذه المسألة شوف حاتم الأصم ده رجل ربنا وفقه للإنفاق. قال لك سموه الأصم ليه؟ قال لك مرة كان قاعد خشت عليه امرأة تسأل شيء فأحدثت عنده ضراطا في مقامه فاستحيت حياء شديد فمثل لها أنه أصم لا يسمع. مثل إنه هو بيسمع. هي قامت تطمئنت بعد ذلك حتى انحكت حاجتها. لو كان يعني ما أشعر إنه هو أصم كان مرقت ولا قالت حاجتها عشان تتم مشكلتها، وما حتم مشكلتها قاعد يقول ارفع صوتك انا ما بسمع. فقالت خلاص ما بكون سمع المسألة دي، عشان كده بدأت تحكي له فسموه حاتم الأصم. عنده 7 بنات. خرج أمير الكوفة، كان ساكن في الكوفة رحلة صيف. أمير الكوفة انقطع في الصحراء شايل الأموال، لكن عطش وعطش ما لقوا مويه. راحوا المويه دي لو قالوا دي كوبايه وتجيبوا قروش عندهم كلها تشيلوها تاخذوها كانت داون. ربنا نجاو دخل الكوفة تعبان وعطشانين عطش. يا اخوانا ده بيكون عطشان بيكون ظاهر عليه.
أول بيت خبته، يعني ولا قدر يصل قصره داخل الكوفة، خبت الباب، جات مارقة أصغر بنت لحاكم الأصل عمرها 7 سنوات، معه حاشية بيمشوا معه، يعني بطانته بتطلع معه وتنزل، أعجب، يعني هيئة معجبة، شكله سمح كده لكن غبار وشلاليف وناشفة. قال لي أسقينا ماء. البنت همت خشت، طبعا شاف تجيب تملى لهم يشربوا، يقولوا تاني زيدينا، تمشي تجيب لحد ما سقته والحاشية كله. أعجب بهمتها، قام دخل إيده في جيبه وأخرج صرة دراهم ودنانير، وضع الصرة على عتبة الباب. الأمير إذا أدى الناس اللي معه لازم يدوا، ولكن ادوا أقل منه، كان ادوا أكثر منه ومخلوه. يقول له أنا أديت 50، اللي بخليك تدي 54 شنو؟ متفهم؟ أنت أحسن مني؟ لازم تدي، لكن ما تدي أكثر منه. المهم عتبة الباب اتملت دراهم ودنانير، هي وقفت تعين الدراهم والدنانير وتبكي، وخلاص فاتوا، يعني الأمير فات. أخواتها أتن قالوا ما يبكيك؟ قالت لهم نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ كان الله رضا مننا، ده مخلوق، ده الحاكم ده كان هو قال لهم حتى كان البشير قال فلان ده ما تصل، والريني بيصلوا منه تاني في السودان ده، ناس الأمن ولا منه؟ كان ظهر مع ساكت بيقولوا ده ظهر مع الرئيس ثاني دول بيصلك مات، يدخلوك بصارت كبار الزوار. طيب كان بقيت مع الله والله يدخلك بالخير ويرفع في الدنيا. قالت له نحن نعمل نرضي الله عشان ربنا يرضي الخلق دي كلها عننا، لأنه كلهم بيتبعوا ربنا. يا إخواننا شوف الفرار من الخلق إلى الخالق، من الخلق إلى الخالق، هذا عين الفرار. ثم قال ثم من شهود الفرار إلى الحق. ودي يا إخواننا مسألة مهمة. أنت إذا فريت إلى الله وبقيت مع الله بتكون حاسي إنك أنت بقيت مع الله، بتكون كيفت إنك بقيت مع الله، ما تنظر إلى هذه المسألة، يعني لا تلتفت إلى أنك مع من، إلى أنك فررت. الفرار ده مقام من المقامات ودرجة من الدرجات. لا ترى نفسك أنك من الذين فروا إلى الله لتتهم نفسك بالتقصير دوما، وده مقام عالي من المقامات. ثم قال الفرار، ثم الفرار من شهود، ثم من شهود الفرار الحق، ثم الفرار من شهود الفرار. يا إخواننا ده واضح، تفر من شهود شنو؟ من شهود الفرار. ابن القيم أتى بكلام لطيف جدا هنا، وده ده اللي فهم الكلام ده. الهروي يرى في كل المقامات، يعني في الاعتصام، في التوبة، يعني كما سوف نعرف، في الإخبات، في المحبة، في الصدق، في الإخلاص، في التوكل، في اليقين، في الثقة، في الأنس بالله، في كل المقامات يرى الهروي أن أجل المقامات الفناء. يرى أن أجل المقامات شنو؟ الفناء. الفناء يعني شنو؟ قبل كده تكلمنا عنه. في فناء بتاع الضالين الملحدين اللي يقول لك أنا فنيت في الذات الإلهية، هو بقى الله في النهاية. وهكذا كان يقول محمود محمد طه. بالمناسبة محمود محمد طه كان يرى هذه العقائد اللي هو مفهوم الإنسان الكامل. أخذ كتاب الإنسان الكامل بتاع عبد الكريم الجيلي ونقله بحذافيره وبدون أمانة علمية. ما قال من عبد الكريم الجيلي، كأنه الأفكار دي أفكاره ومعتقداته، الأفكار التي ترى أن العبد يترقى حتى يفنى في الله، فلا يتميز الرب من المربوب، ولا الخالق من المخلوق، ولا الإله من العبد. العبد بيبقى الله، والله بيبقى عبد. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك حق، وإن قلت رب فأنا يكلف. قول الحلاج وابن عربي وابن سبعين والسهروردي وأبو يزيد البسطامي وعبد الكريم الجيلي، هؤلاء كلهم من الغلاة الذين تكلموا في هذه العقيدة. هذا فناء باطل، لكنه بيتكلم عن نوع من أنواع الفناء الحق. الفناء الحق شنو؟ أن تفنى
تفنى إرادتك في إرادة الله فلا ترى إلا ما يريد الله. ودي تكلمنا عنه مش كده؟ طيب البعد شنو؟ أي عمل تعمله ما تعاين له، لا تنظر إلى الفعل أنه منك، ولكن أن تنظر إلى الفعل أنه من الله. يعني إذا عملت حاجة ما تقول أنا عملت، أقول شنو؟ الله وفقني، الله أعاني، الله يسر لي حجيت. ما تقول أنا مش هتحجج، تقول الله شنو؟ يسر لي، الله وفقني أطلع القروش للمساكين، الله وفقني، شوف الله وفقني. ما تقول شنو؟ ما تقول أنا اديت. وده فناء صحيح ولا ما صحيح؟ هذا ضرب من الفناء صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. طيب الهروي يرى شنو؟ في كل المنازل، كان ده حيقول عليه في كل المنازل. يرى الهروي اللي هو صاحب منازل السائلين، وابن القيم اللي هو شرح، ابن القيم بيختلف معه. يرى، اسمع كلام ده كيف، ده كلام دقيق جدا بالمناسبة. يرى الهروي رحمه الله أنك إذا عملت الشيء لا تنظر إليه ولا تلتفت إلى هذا الشيء كأنك ما عملته. أنت صليت ما تقول أنا صليت، بس خلي. وابن القيم يرى أن البقاء أفضل من الفناء. كيف يعني؟ تصلي وتكون مبسوط من صلاتك، لكن بينك وبين نفسك تقول وفقني الله. يعني أنت تنظر إلى الصلاة وتبقي العبادة في وجدانك وفي ذاكرتك، وتكون مستحضر لأعمالك الخيرية التي فعلتها، ولكن مع استحضارك لها أن تستحضر أنها من من؟ من الله. هذا أكمل. ابن القيم يرى أن هذا أكمل، والهروي يرى أن نسيان العمل بالكلية أكمل. ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول يا أخواننا الإنسان اللي بيذوب من المحبة أكمل منه الإنسان اللي بيحب ويبقي وهو واعي. ضرب مثال، المثال بشنو؟ بيوسف عليه السلام. بيوسف عليه السلام أيهما أشد حبا ليوسف، امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز مشنو؟ جابت نسوان قعدتهم لأول مرة حيشوفوا يوسف. أيهما كان أشد حبا ليوسف، امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز. النسوة فنوا وامرأة العزيز بقت. كيف بقت في المحبة؟ النسوة قطعن أيديهن دون شنو؟ امرأة العزيز قطعت ولا ما قطعت؟ مع أنها أكثر حبا لهم. فلذلك من كان أكثر حبا لله يبقى ولا يذوب بعقله، ويكون واعي ومستحضر، مستحضر العمل ومستحضر أن العمل بتوفيق الله، بعكس من لا يستحضر العمل ويكل الأمر كله إلى الله دون أن يستحضر العمل. أيهما أشد؟ وضرب مثال بموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما تجلى له ربه صعق، صح؟ وهذا ضرب من ضروب الفناء، ولكن النبي لم يصعق لأنه أتم محبة وأكمل حبا لله من موسى. فالبقاء أشد من الفناء وأقوى. لذلك كل المنازل في الصبر في أي حاجة هتلقى الهروي بيركز في آخر أي حاجة. يقول لك مثلا والصبر صبر عامة يتكلم لك عنه، وصبر خاصة يتكلم لك عنه. يقول لك وصبر خاصة الخاصة. صبر خاصة الخاصة ده بيكون شنو؟ بيكون فناء. يقول لك ما تعاين للعمل، تفر من المسألة دي، ما تعاين للموضوع ده، ما تهتم به، عملك الصالح بس تعمله وما تلتفت له. وابن القيم يرى العكس، أن منزلة الالتفات إلى العمل مع استحضار أنه بتوفيق الله أكمل. صح ولا ما صح؟ هذا هو شنو؟ هذا هو الأكمل. طيب أهم شيء بعد ذلك كده انتهينا يا إخوانا من شنو؟ من منزلة شنو؟ الفرار. الآن نحن مع منزلة الرياضة، ولكن في بيت من بيوت الله وليس في استاد. يقول لك دار شنو؟ دار الرياضة. كويس؟ والجامع ده هو دار شنو؟ دار الرياضة فعلا. الرياضة يا إخواننا راضة يروض الشيء إذا ساسه من بعد الصعوبة فسهل. دي الرياضة يا إخواننا. كويس؟ يروض يعني شنو؟ الشيء صعب يعمل شنو؟ بالتدريج يبقى شنو؟ يبقى سهل. فالرياضة المعنية هنا
تمرين النفس على الصدق والإخلاص، دي الرياضة. إخواننا في حاجة مهمة جدا، أي واحد بيمارس مجموعة من الرياضات، في رياضة ذهنية، لكن للأسف الشديد الناس الفارغة رياضتنا الذهنية في الكلمات المتقاطعة، حل الكلمات المتقاطعة. واحد جاي قال لي جنبك في المواصلات يقول لك يا مولانا رجع لكن من حرفين. يا أخي ده شنو ده يا أخي أوهامكم ده شنو يا أخي ده شنو يا أخي كويس. فشنو دي الرياضة الذهنية، الذهن عنده رياضة والقلب عنده رياضة. رياضة القلب الحقيقية أن تعود القلب وأن تروضه وأن تمرنه على الصدق والإخلاص. لكن لابن القيم رحمه الله تعالى كلام هو من ألطف الكلام، كلام يعني لطيف. طيب يقول ابن القيم تكلم عن الإخلاص في منزلة، وحنجي نتكلم عنها إن شاء الله إذا ربنا جعل هذا الدرس من الدروس المستمرة وكنا أحياء إن شاء الله نتكلم عن المنازل. هذه منزلة والصدق منزلة. والفرق بين الصدق والإخلاص شنو؟ فلان مخلص وفلان صادق. الإخلاص توحيد المطلوب، يعني الإخلاص مع الله بس، أيوة. والصدق توحيد الطلب، توحد الشيء دايره أنت، يعني تكون صادق في الشيء بتمسكه، تنجد الشيء بتمسكه، ده شنو؟ ده الصدق. واللي بتمسكه ده يكون لله. يعني لو قلنا الصلاة دي دارين فيها إخلاص ودارين فيها صدق، يكون كيف؟ تجيب وننسى إنك أنت تصلي منه لله، ده شنو؟ إخلاص. تتقن الصلاة ركوعا وسجودا وطمأنينة وخشوعا، ده يسمى شنو؟ صدقت مع الله في الصلاة، صدقت في صلاتك. ممكن تصدق في الصلاة لكن ما تكون لله، تجيها الصلاة جهة صحيحة في ظاهرة خشوع ركوع وأي شيء، لكن ما لله. وممكن تصلي لله لكن ما تصدق، نيتك لله لكن ما تجيها الصلاة. فالإخلاص توحيد المطلوب، والصدق شنو؟ توحيد شنو؟ الطلب اللي هو الطريق، طريقك اللي انت ماشي فوقه لله ده جيه. طيب يا اخواننا تفضل يا عم. قبول الرياضة حيثين: قبول النفس للإخلاص والصدق، يعني النفس تكون مهيئة بكثرة العبادات، بكثرة الأذكار، بكثرة النوافل. أن يكون القلب مهيأ بأن يكون شنو؟ قابل للصدق والإخلاص. وأن تقبل الحق، بمعنى يا أخوان أنت ممكن تكون صادق، ممكن تكون في رقبتك شنو؟ صادق، ولكن ما تقبل الصدق، ما تقبل الحق، إما لحسد وإما لكبر، تكون متكبر. يعني أدمنا على الناس من الحق شنو يا أخواننا؟ التكبر. أول حسد، بس عشان جاني من فلان ده أنا الحق ده ما باخده، هذا إشكال. طيب الصادق ينبغي أن يكون صادقا، وينبغي أن يؤازر الصادقين وأن يقف معهم. عشان كده قال: وهذه درجة أبي بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وشنو؟ وصدق به. يعني أنت أولئك هم المتقون، معناها أنت تصدق الصادقين. ده هو التمرين. طيب أنا لما جيت أتكلم عن الصادق، ولعل في الجمعة تكلمنا عن الكذب. الصادق المطلوب هنا في الرياضة، يعني الزول بيروض نفسه عشان يبقى صادق. الصادق ده أكثر كلمة ممكن وجدتها تكون قريبة إلى الأذهان: الحقاني. شنو؟ الزول الحقاني، بمعنى زول صادق وبيآذر الصادقين وبيقبل الحق. زول حقاني، حقاني معناه لو لقى كلامك صح حتى لو هو ما بيعرفك أو عدوك بينصرك في الموقف ده، بيقول: يا اخواننا أقول الجد والله زول ده يعني كلامه صح، حتى لو كان عليه هو.
وهذا مقام رفيع من المقامات العالية جدا. طيب الرياضة على درجات، كيف نروض النفس؟ أنا فهمي لي منزلة الرياضة شنو يا أخوانا؟ منزلة الرياضة كل المنازل أنت تمرن نفسك كيف، يعني دي الأدوات التي تستعمل لتحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية، أدوات ووسائل تحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية والرسوخ فيها. أنا عشان أبقى صادق أعمل شنو؟ عشان أبقى مخلص أعمل شنو؟ عشان أكون متوكل أعمل شنو؟ عشان أكون مخلص إلى الله أعمل شنو؟ عشان أكون محب لله أعمل شنو؟ عشان أكون معتصم بالله أعمل شنو؟ عشان أكون فارغ إلى الله أعمل شنو؟ عشان أكون المقامات دي أنا عشان أحصلها أعمل شنو؟ طيب قال تهذيب الأخلاق بالعلم، ده أول شيء. ده كلام الهروي قال شنو؟ تهذيب الأخلاق بشنو؟ بالعلم. أهم أداة العلم يا إخواننا. أنت ما ممكن تمشي في مقام وأنت أخذك ما قاعد وما سمعت له ذاك كويس. لما تعرف فضله وتعرف الخير اللي فيه وتعرف كده بتعمله. الكذب ده بتجتنبه بتين لما تعرف الأدلة التي شنو ذمته صح، والسوء المترتب عليه والعذاب والهلاك يدخل النار بيسوي ويهدي إلى الفجور سوف تجتنبه. لذلك تهذيب العلم بالأخلاق. ابن القيم بيقول شنو؟ أن لا يتحرك حركة بظاهره بجوارحه ولا بباطنه إلا إذا كانت ترضي الله، وقبل أن يخطو خطوة لا بد أن يعرف حكم الله فيها. قبل ما تعمل حاجة تسأل تقول حكم الله شنو. في نوع من الناس يمشي يعمل البيعة، بعد ما يعمل يقول لك يا شيخنا كان بيعت كده البيعة دي كيف؟ تقول لي ما بجوز. يقول لك يا شيخنا أنا توكلت أعمل شنو؟ أنت قبل ما تتوكل قبل ما تبيع تعال اسأل. يعني دول النجيب شنو قبل ما يعمل حاجة بيجي يعرف شنو حكم الله فيه، يستبدي بعد ذاك يمشي. وفي ده معناه شنو؟ معناها لا يتحرك حركة إلا وفق الدليل الشرعي، ولا يفعل شيء إلا وهو يرضي الله. طيب الأمر الثاني قال تصفية الأعمال بالإخلاص. من الأدوات المهمة في الرياضة، والرياضة التي يعنيها الهروي ويشرحها ابن القيم، أن تنقي العمل أن يشوبه شيء وأن لا يكون باعثه إلا الله. فإذا كان العمل باعثه غير الله كان العمل يحتاج إلى تصفية. أخوانا طبعا ده كله حنجي نناقشه في منزلة الإخلاص بشيء من الساعة إن شاء الله. نعم تفضل. طيب أنا باقي لي حقه يعني نجيب على الأسئلة، لأنه الأسئلة التي وردت يعني إلينا كثيرة. طيب شخص يعني أتى باستدراك يقول لي صلى أفضل الناس خلف الحجاج بن يوسف. هذا صحيح، الحجاج بن يوسف صلى خلفه أنس بن مالك، الصحابي الجليل أنس بن مالك صلى خلف الحجاج بن يوسف. وهذا يؤكد شنو؟ أن الصلاة شنو؟ تجوز. بل صلى عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري في الكوفة خلف حاكم من حكام بني أمية وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وورد أنه كان سكران، صلى به سكران، وبعد الصلاة صلى الصبح ركعتين وتقيأ، يعني بعد الصلاة قام شنو؟ قام طرش والتفت قال له أزيدكم؟ الصلاة ذاتها قال له أزيدكم؟ اثنين ولا كفاية؟ قال لهم كفاية ولا أزيدكم؟ وبعد ده الصحابة ما عادوا الصلاة خلفه. كويس. وإن كان بعض الناس يقول أن هذا قد يكون من التلفيق وكذا، كمحب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم. لكن في النهاية يا إخواننا الحجاج بن يوسف سيء ولا ما سيء؟ أنس بن مالك كان يصلي خلفه، لأنه صلوا خلف شنو؟ كل بر وشنو؟ وفاجر. يا إخواننا فاجر دي يا إخواننا واضحة ولا ما واضحة؟ أظن فاجر دي واضحة. يا إخواننا الكلام ده في منه؟ في زول إيمان على الناس أصلا والناس ما غيروا، ولو جيت تغيره حتعمل فتنة.
ده تصلي وراء أحسن مما تخلي الصلاة وراه. يعني بيقولوا شو؟ بيقولوا الصلاة خلي يا إخواننا أيهما أشد في الدين، البدعة ولا المعصية؟ يعني شرب الخمر ولا الابتداع في الدين؟ الابتداع في الدين أشر. الصلاة خلف المبتدع بتجوز. ليه؟ قال لك إذا في جامع ثاني جنبك وإمامه أحسن تصلي خلف الإمام أحسن. ما يعني ما تمشي تكوس الزول الإمام الكعب. كلامي ده مش معناه الإمام كويس تقول له لا يا إخواننا اليوم دي قالوا الإمام لا بد يكون زول كعب، شوفوا لنا أسوأ زول قدموا لنا. الكلام ده بنتكلم عن ناس أنت جيت محلة لقيت الإمام عنده عقيدة فاسدة أو زول بتاع بدع وما في جامع ثاني قريب، تصلي في بيتك ولا صلي خلفه؟ مفسدة الصلاة خلفه أخف من مفسدة ترك الصلاة مع الجماعة والصلاة في البيت. يعني الصلاة في البيت مفسدته أعظم من مفسدة الصلاة خلفه. يعني كان الصلاة خلفه ودوك اسم لو كتبوا لك وزر خلفه برضو الوزر ده حيكون أقل من وزر شنو؟ من وزر ترك صلاة شنو؟ ترك صلاة الجماعة. يعني هذه الموازنة التي بنى عليها السلف. طيب فبرضو سائل يقول ركبت في المواصلات ولم أعطي الكمساري القروش بين قوسين ناسي ولم أجده مرة أخرى فتصدقت بحق التذكرة بنية الوصول إليه، هل هذا يجزي؟ نعم يجزي وقد مر بنا ذلك. مرة ولا ما مرة؟ طيب سائل كريم يقول هل هنالك فرق بين الإخلاص لله والعمل من أجل ابتغاء الأجر والثواب مثل الذي أخلص ابتغاء ينابيع الحكمة مع أن الواهب كما هو الله تعالى؟ ما في شيء ابتغاء الأجر والثواب ما فيه شيء، لكن تفجر ينابيع الحكمة فيها حظ نفسي اللي هو التقديم والمكانة والرفعة وكذا يعني بين الناس. فلذلك إذ الممنوع المعني هنا في الكلام ابن تيمية هو شنو؟ هو أنه أخلص لتظهر على يده شنو؟ أو على لسانه وقلبه ينابيع الحكمة، ومن ظهرت عليه ينابيع الحكمة وجد مكانة في شنو؟ في المجتمع. معناه بيقبل في خلل في شنو؟ في النية. طيب برضو في سؤال مكتوب حقيقة جابوا لي شاب وبيقول تعليق على المحاضرة الأخيرة يعني قبل ما أسافر. يقول تحية طيبة وبعد هو عنده شيء من التعليق وبيرجو إنه الناس يقبلوا التعليق منه. يقول ذكرت في المحاضرة السابقة قصة الشاب الذي ذهب مع زميلته لتمثيل السودان في محفل دولي فإذا بهما يقعان في الفاحشة، وعندما عاد احتقر أهل الفتاة لاستقبالهم إياها بالترحيب والفخار ظانين أنها شريفة. هل هل احتقر أهله أيضا عندما فعلوا معه المثل وظنوا به المثل، أم أن الشرف سيف مسلط على رقاب النساء فقط؟ وألا يتلطخ شرف العائلات الكريمة بخطايا أبنائها؟ يقول المجتمع يقبل أن يمارس الرجل الفاحشة ولا يعيبه، ولكن لا يقبل أن تمارسها المرأة. بل إن بعض الآباء في بلد عربي مسلم إذا قيل إن ابنتك زنت قتلها، وإذا قيل إن ابنك فعل مثل قوم لوط لا يهمه سوى أن يكون ابنه الفاعل وليس المفعول به. المجتمع يقبل أن يطلق الرجل زوجته ليلة الزفاف إذا لم يجدها بكرا، ولا يقبل أن تطلب المرأة الطلاق إذا كان لزوجها تجارب جنسية خارج إطار الشرع. ولا أدري يا شيخ عندما تقول أن المحصن الزانية أشد جرما من المحصن الزاني على أي دليل تستند؟ ففي رأي المتواضع أنها لا يستقيم مع حكمة الشرع الذي سمح للرجل ب4 زوجات ولم يسمح للمرأة إلا ب1. ثم أن لا أتفق مع الرأي الذي يقول بأن المرأة يجب أن تسافر مع محرم حماية لها من نفسها بل حماية لها من الذئاب البشرية لضعفها الجسدي وليس الإرادي، وإلا فهنالك رجال بحاجة لمحرم أيضا. وانظر لحال المجتمع، إنك لتجد الرجل يسافر للغربة طلبا للرزق ويترك زوجته وأولاده وراءه ويغيب للسنين الطوال،
وبعضهم يتزوج هناك ويعيش حياته وينسى هذه المسكينة. وأما هي فإن صبرت سلط الناس عليها أبصارهم وظنونهم، وإذا طلبوا الطلاق سلخوها بألسنتهم فقد جحدت الجميل، وإذا وقعت في الزنا جاءوا يحملون حجارة يريدون أن يقيموا الحد في الأرض فهو خير لهم. الذي نفسي بيدي يا شيخ كانت إحداهن تعمل خادمة لدينا تشتكي كانت خادمة لدينا تشتكي إلا أمي من زوجها يسيء معاملته يضربها ولا ينفع لها اضطرت العمل في البيت، وذهب إليه أبي يكلمه. عندما يئس من الرجل قلنا لها اطلب الطلاق، فلما وقفت أمام القاضي شتمها وقال لها يا عاهرة تريدين الطلاق لتفعلي ما تشائين دون رقيب ولا حسيب، وإني لأرى أن ينظر في حال المحصنات الله وقعن في الزنا، فإن كان أزواجهن لا يقومون بواجبهم تجاههن أو كانوا مثل الذي سافر الزوج يترك زوجته معلقة فيجب رجم الزوج للزوجة أولا. يجب أن نكون منصفين مع أخواتنا. الفكرة وصلت، لكن الرد البسيط شنو؟ إنه لو قلنا افترضنا إنه الشاب والشابة ما وقعوا في الزنا، الاثنين مشوا الدولة المعينة وجو راجعين الاثنين ما وقعوا في الزنا، الفتاة آثمة وأهلها آثمون حتى لو ما وقعت في الزنا. ليه؟ لأن ما مشتوا معاه شنو؟ ما مشتوا. فبيبقى سبب طعننا في الكلام ده إن هم خالفوا الشريعة ابتداء. الشرع لا يحاسب الرجل على الزنا، ولكن لا نبتدع في الشرع نقول الراجل برضه داير له شنو؟ داير له شنو؟ داير له محرم. وده يوريك انه اصلا في مسائل العرض في فرق بين الرجل وبين شنو؟ بين المرأة. والدليل شنو؟ لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ده حيكون شنو؟ في النهاية مرأة ولا راجل؟ راجل مش كده؟ محرم شنو؟ راجل. والراجل لو دار يسافر بلا محرم ما بكلام الشاب بكلام الله وبكلام الرسول آثم. طيب واحدة مشت سافرت بدون محرم وما عملت أي معصية بس مشت وجات حدث مؤتمر في نيويورك قعدت 7 يوم وجات راجعة ما ومحترمة جدا كانت في نيويورك وزول خدت ايده في أماكن آثم ولا ما آثمة؟ وشاب مشى في نيويورك مؤدب زيها ما خدت ايده في مدى وحضر وجا راجع آثم. إذا في فرق ولا ما فرق؟ في فرق. طيب الشاب ده وقع له مسألة المحرم، الشاب معنى الكلام وقع له مسألة المحرم كويس، لأنه هو كان بيعتبر إنه ده كلام ما عنده أساس من الصحة، إنه محرم ومحرم قد ما داير له محرم ده. البنات الزمن ده واعيات وعاقلات ما دارت محرم وجامعيات كان يقول كده لما في لحظة الضعف والغربة وما في رقيب مع عدم الإيمان وقع في الزنا هو بيرى إنه مع خطأه إنه أهلها هم اللي أخطأوا في حقها. يا إخواننا ينبغي في غمرة العاطفة أن لا ننسى أن هنالك فرق بين الرجل وبين المرأة في التكوين الجسدي كما قال، ولكن حتى في التكوين النفسي من الناحية الفسيولوجية. المرأة بتختلف يا إخواننا عن الرجل في عاطفتها في حنانها في كده، عشان كده هي المهيئة للإرضاع، هي المهيئة لشنو؟ للبيت، هي المهيئة لكذا، هي المهيئة للحضانة في كذا. فده ما يعني إنه هو ما يأثم أو هو ما مخطئ. أما القول بإنه إذا كان المرأة زوجها أهمله وتركه كويس وزنت يرجموه هو، هذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا إخواننا ما في أصل منا اللي خلينا دي شريعة جديدة بقى. يعني الزول ده داير يجيب شريعة جديدة. كيف؟ يبقى يا إخواننا في حاجة مهمة جدا، الزاني المحصن يرجم، والمرأة المحصنة
إذا زنت ترجم ويرجم زوجها وإن لم يزني. وإن لم شنو يزني. طيب يعتبر الزوج ما فيش نهائيا، قول ده مش ما يعلقها، واحد يتزوج واحدة بقت محصنة وطلقها ومشت زنت، ارجموا منه، ارجموا منه الزانية مش كده. وطيب والطلقة ده طيب الزاجرة مسافر تصول شرفها تعتبر نفسها مالها مطلقة، يعني عشان تحت راجل وهي في عصمة راجل. الزنا ده داير له الآن تحت عصمة راجل ولا ما تحت عصمة راجل؟ طيب وحدات ما متزوجات نهائيا قبل كده وبزنس دي المالي يرجموا منه، يجدوا منه، يحاسبوا منه شرعا. يا اخوانا كلام الشاب ده ما مستند إلى شيء شرعي بقدر ما هو مستند إلى شنو؟ إلى شيء شنو؟ عاطفي. الفكرة وصلت أن لا يفرق في الزنا بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولكن لا بد هنالك من فروق في الزنا. عشان كده القرآن لما جاء في الزنا قدم الزانية على الزاني. القرآن قدم قال شنو؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي سورة النساء ما جاب الرجال البزنو، جاب النساء البزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال شنو؟ فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. دخل الرجل تبعا. لكن يا إخواننا من المعلوم فطرة أن الزنا عند المرأة أشنع. الزنا عند المرأة شنو؟ أشنع، بالرغم من أن هذا حرام عند الرجل عند المرأة، لكن هذا لا يمنع أنه عند الرجل أشد حرمة. يعني شوف إخواننا التقدير أي لفظ في القرآن مخصوص في محله. يعني أنا فهمي أي آية في القرآن مخصوصة في شنو؟ في محلها، ما في شيء ساكت. ليه قال الزانية والزاني؟ ليه ما قال والزاني والزانية؟ لماذا قدم شنو؟ الزاني على الزاني. ليه؟ لأن الزنا في المرأة شنو؟ أشنع. الزنا في المرأة أشنع. ليه؟ لما عندها من الحياء، من المفترض أن يكون عندها من الحياء. ولما جاء في السرقة ذكر الرجل المرأة لكن قدم الرجل. قال شنو؟ والسارق والسارقة، ما قال والسارقة والسارق، مع أن المعنى في الناس تعتبر واحد، لكن أي كلمة في القرآن قاعدة في محلها. الزانية والزاني. السارق مرتبط بالعمل. السرقة في الرجل كعبة وفي المرأة كعبة، لكن في الرجل أشد. المرأة ممكن تكون ما شغالة يعني سرقت، لكن راجل اسم شين ولا ما شين. طيب الشرع يقول لا، طالبون بالعدل والإنصاف. نقول المعاصي كلها سواء، ولكن بعضها أشنع في حق الرجل وبعضها أشنع في حق شنو؟ المرأة. لأن المرأة يمكن بالزنا أن تدخل على الأسرة مش كارثة، تدخل عليهم حمل ما شرعي. ينشأ الراجل يربيه كأنه حقه، يسمي له ويوديه المستشفيات ويسميه باسمه ويوديه الدكتور كل يوم كان وموجات صوتية ولحد ما ولدها في مستوصف الأمل مثلا. يا إخواننا يعني ما تخذ في راسك حاجة زي دي، كويس؟ في مستوصف الأمل كويس، ومرقة والولد كبر ونافس ناس في حق ما حقه. طيب وحيتعامل مع أخوان الراجل ده على سنه شنو؟ عماته، حيطلع على عوراته، حيطلع على عورات أخوات أبوه بالكذب كذب. وفي النهاية ممكن تقول الراجل ممكن يمشي يعمل الكلام ده مع مرة ثانية. كان عمله مع مرة ثانية اتدخلت الشافع على الراجل ذاك منه الثاني ذاك منه مردات. مش كده؟ مردات، لأنه المرة بتحمل وبتشيل وبترتب عليه ذرية. وده قال لك شوف الزنا ده خطر على الرجل وعلى المرأة. المرأة إذا زنت والراجل كان زنا، أنت كان زنت أي مرة وحملت منك
وهي مرة راجل ثاني. الزول ده قدر ما يجيب ذرية في الدنيا دي لحد ما القيامة تقوم، أحفاد وأحفاد وأحفاد أحفاد، هي تحمل أوزارهم كلهم، والمرأة تحمل أوزارهم كلهم. إخوانا الكلام من السوء بمكان يعني. فلذلك لا شك أن هذا حرام، لكن ترتب على مخالفة أمر النبي في سفر المرأة بغير محرم شنو؟ هذا الكلام. هو زنى لكن ما زنى لأنه سافر بدون محرم، زنى لأنه في نفسه ماله زاني وكعب. كويس. طبعا يا اخوانا في واحد برضه من الناس المسجد علق لي قال لي زول، قال لي الكلام انت كنت يعني كانت تكفته قال لي كانت تدقه. كويس. هو الكلام ما معي انا مباشره، ما بقدر اقول لك الكلام ده مباشره، يعني هو الكلام ما بقدر اقول لي انا مباشره، هو قال لي عن طريق وسيط. انا كنت اتكلمت في محاضره في الجامعه عن الكلام ده، وهو ما قدر يواجهني، نقلوا لي عن طريق وسيط، والوسيط يمكن يكون هو العمل، لكن قال لي والله في زول قال لي كده 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 كده، وانا داير اقول لك الكلام، قال يقولوا لك لا احتمال يكون ما هو. ما يا اخواننا ما نقول الشيء للناس. طيب يا اخواننا الاسئله دي حبوا نجيب عليها الاسبوع القادم، لانه ناس كمال الشيخ ديل مما الوقت تجي اظن يكون شغال له من الصباح قاعد في الدكان وقاعد في محل الشغل، لما نجي مع وقت النادى خلاص ثاني ما بيفهم، بس كل مره يعين للساعه فوق. اي طيب السلام عليكم.